الحكاية بتبدأ وسط جبال توبا اليابانية في معركة رهيبة حصلت ما بين الثوار والجيش. الثوار كانوا عبارة عن مجموعة مقاتلي ساموراي بقيادة شخص اسمه هيتو. هيتو محترف باستخدام السيف، وهو وأتباعه خلصوا على نص الجيش، لكن فجأة في شاب قوي ظهر بدون سابق انذار ودمر كل مقاتلي الساموراي بسرعة البرق. الشاب ده اسمه روروني كينشن، وكل هدفه انه ينهي الحرب تماما لان في ناس كتير اتأذت. بالفعل الجيش كسب بسبب مساعدة كينشن، وهيتو اتعصب منه بشدة وكان عايز يقتله، لكن كينشن غرس سيفه في الارض وقال انه بيكره قتل الابرياء، وعمل كده من اجل انهاء الحرب تماما. فهيتو اتعجب منه بشدة. بعد ساعات بنعرف ان في محارب ساموراي لسه عايش وخرج من وسط الموتى. المحارب ده عيونه اصبح لونها اسود من العذاب اللي شافه، وهدفه حاجة واحدة بس، هي انه يخلص على روروني كينشن وينتقم منه بسبب اللي عمله. اما كينشن فرح لان السلام حل في اليابان كلها والحرب خلصت. وهنا بنعرف ان جنرال الجيش الجديد اسمه ياجامي، ومعروف بقوته وشدته الرهيبة. اول ما كينشن وصل شوارع المدينة حس بسعادة كبيرة وقضى وقت ممتع وسط السوق، لكنه لما كان بياكل مع نفسه اتفاجئ ان في بنت اسمها ميكو بتهجم عليه بشراسة. ميكو كانت فاكرة ان كينشن واحد من الثوار، لكن كينشن تفادى ضرباتها بمهارة وعرفها انه شخص مسالم، ده غير انه اظهر ليها سيفه المميز. وبكده ميكو اتأكدت منه لان سيوف الثوار شكلها مختلف. في النهاية ميكو اعتذرت وسابت كينشن لحاله. في الوقت ده الضابط جين رئيس الشرطة بالمدينة اكتشف ان في مقاتل مجهول بيخلص على الاغنياء، فراح عشان يبلغ كارو. كارو اغنى واحد في المدينة لكنه ندل وبيكره الفقراء. وهنا الضابط جين قال له انا حذرتك لان القاتل المجهول ممكن يخلص عليك، بس كارو هو واتباعه فضلوا يتريقوا وما سمعوش كلامه. بعد ما الضابط جين مشي كارو عرف ان واحدة من الخدم اسمها ميجامي هربت ومش عارفين هي راحت فين، فتعصب بشدة وامر شين يدور عليها. شين هو مقاتل الساموراي صاحب العين السوداء اللي نجا من الموت في الحرب، لكنه اشتغل عند كارو من اجل الفلوس. في الوقت ده ميجامي كانت في مركز الشرطة وقررت تبلغهم ان كارو بيستخدم فلوسه للشر وعنده جيش كامل من البلطجية. بس فجأة شين اقتحم المكان وبدأ يخلص على الحراس واحد ورا واحد. اما ميجامي حس بالرعب وهرب في ثواني. من هنا شين دمر كل اللي بطريقه لانه ساموراي محترف وملهوش مثيل، ده غير انه لو بص لاي حد باستخدام عيونه السوداء ممكن يجمدهم في مكانهم من الرعب. اول ما شين خلص على كل الجنود اكتشف ان ميجامي هربت من الشباك فحس بالغضب. في الوقت ده ميكو، ودي البنت اللي هاجمت كينشن بالسوق، كانت بتتمشى مع نفسها ولاحظت جندي مصاب بشدة ومش قادر يتحرك، ده غير انها لمحت شين بالصدفة فقالت له انت مجرم وامرته يثبت في مكانه. طبعا شين قال لها انت مجرد بنت ضعيفة ومعاكي سيف خشبي ملهوش لازمة، وجرحها في دراعها وكان هيخلص عليها. لكن فجأة كينشن ظهر وانقذها على اخر لحظة. شين قال لكينشن ان هو السبب في خسارة الساموراي الحرب وهينتقم منه في يوم من الايام، بس كينشن اضطر ينسحب لان ميكو مصابة ولازم يعالجها باسرع وقت. بعد فترة قصيرة كينشن وصل ميكو لبيتها، وهناك اكتشف انها عايشة بمدرسة لتدريب المبارزة بالسيف. ميكو قالت ان والدها كان مقاتل مشهور وعنده مئات التلاميذ لكنه مات في الحرب، فكينشن اعتذر لها وقال ان الحرب اذت ناس كتير وتسببت في قتل الالاف. للاسف ميكو اتعصبت لما افتكرت موت والدها وطردت كينشن من المدرسة لانه مجرد مرتزقة بسيط. بعد كده بنقابل يامي هو اخو ميكو الصغير، واول ما قابلها بدأ يتدرب معاها في مدرسة والدهم. لكن فجأة مجموعة من البلطجية ظهروا. البلطجية دول بيكرهوا والد ميكو لانه كان بيمسكهم يطحنهم قبل ما يموت، عشان كده بدأوا يكسروا في المدرسة وتعدوا عليها وضربوا اخوها يامي. طبعا ميكو حاولت توقفهم لكن بدون فايدة وحست باليأس. وهنا كينشن ظهر وقال للبلطجية انهم مجرد كلاب حقيرة ومش محتاج يستخدم سيفه لهزيمتهم. بالفعل كينشن قاتل البلطجية باستخدام ايديه وبس لانه ماهر بالكاراتيه الياباني، ده غير انه بيتميز بسرعته وقوته الرهيبة وبيقدر يسيطر على اعدائه بمهارة ملهاش مثيل. في النهاية كينشن مسك البلطجية طحنهم، وميكو اخوها حسوا بالانبهار الشديد. لكن فجأة اهل القرية والبوليس ظهروا وقبضوا على البلطجية. وهنا كينشن قال ان هو سبب الفوضى دي كلها عشان يخرج ميكو من اي مشاكل. فميكو شكرته على مساعدته ليها واتأسفت انها عملته بقلة احترام. للاسف كينشن اتاخد للسجن وقضى فيه عدة ايام، ولما كان نايم صحي فجأة لان الدنيا كانت بتمطر بشدة والمية غرقت هدومه. وهنا الضابط جين ظهر ورحب بيه. جين كان واحد من الجنود اللي قتلوا في المعركة ضد الثوار
الثوار، وشكر كينشن لانه ساعدهم. بعد كده اخدوا عشان يقابل قائد الجيش الجنرال ياجامي. ياجامي قال لكينشن ان في مقاتل ساموراي مجنون اسمه شين وعينيه لونها اسود بيدمر اي حد في طريقه ومحتاجين مساعدته في القبض عليه. فكينشن رفض لانه مش عايز يقاتل اي حد تاني. وهنا الضابط جين اتعصب وقال له انت بقيت ضعيف وملكش لازمه، ده غير انه هاجمه بشراسه ملهاش مثيل. بس الغريبه ان كينشن فضل يدافع وبس لحد ما اتصاب في كتفه. وهنا الجنرال ياجامي اوقف القتال وقال لكينشن انه حر من السجن. اول ما كينشن خرج اتفاجئ ان ميكو مستنياه وطلبت منه يعيش في مدرسه والدها بدل ما يبات في الشوارع. في البدايه كينشن رفض لكنه وافق في النهايه لان المطره شديده وممكن يمرض. بالوقت ده ميجامي خادمه كارو كانت حاسه بالبرد الشديد وبالصدفه خبطت في يامي اخو ميكو وطلبت منه يساعدها باي طريقه. بعد فتره قصيره كينشن وميكو وصلوا البيت اخيرا، ولما كانوا بيتكلموا مع يامي ميجامي ظهرت ورحبت بيهم وشكرت ميكو لان اخوها ساعدها ووفر لها مأوى من المطر. ميكو شكرت كينشن للمره الثانيه واعطته ملابس والدها بدلا من ملابسه المتغرقه بالميه. فكينشن فرح وحس انه انسان جديد. بالليل يامي وكينشن وميجامي وميكو راحوا عشان يتعشوا ويقضوا وقت ممتع، لكن فجأة كارو ظهر. طبعا ميجامي حاولت تستخبى بأي شكل لأنها كانت خادمته وهربانة منه. أول ما كارو دخل المطعم بدأ يدور على كينشن، ولما لقاه عرض عليه مبلغ مالي كبير عشان يشتغل عنده لأنه مقاتل قوي، لكن كينشن رفض عرضه وقال إنه عايز ياكل في حاله. فكارو الندل داس على الأكل وفضل يهزقه. وهنا في شاب مجهول الهوية اقتحم المكان. الشاب ده اسمه دونجا، وقال إنه لو هزم كينشن في قتال هياخد المبلغ المالي ويشتغل عند كارو بدلا منه. دونجا يعرف كينشن من زمان لانهم اتدربوا على مبارزة السيف مع بعض وكانوا اصدقاء اعزاء. في بداية القتال بنعرف ان دونجا بيستخدم سيف عملاق جدا بيدمر اي حاجة في طريقه، عشان كده كينشن تفاداه وقال انهم لازم يوقفوا المعركة لان في ناس كتير هتتأذي. للاسف دونجا ما سمعش الكلام وفضل يقاتل زي المجنون. فكينشن وقف له وش لوش وعرفه انه لو اخرج سيفه هيخلص عليه في ثواني، وطلب منه يمشي بدل ما يقتل نفسه بسبب الفلوس. طبعا دونجا اقتنع بكلامه لانه اتدرب معاه وفاهم قوته الحقيقيه. في النهايه دونجا انسحب وميكو وكينشن رجعوا للاكل في المطعم. اما كارو امر اتباعه ياخدوا بالهم لان كينشن مقاتل قوي ملهوش حل. بالوقت ده شين الساموراي صاحب العين السوداء استمر في قتل الابرياء بدون رحمه لانه عايز يوصل لكينشن باي طريقه وينتقم منه. تاني يوم الضابط جين وصل لموقع الجريمه وشاف الضحايا فعرف ان شين هو اللي قتلهم، وقال لكينشن انه لازم يساعده في القبض عليه والا في ناس هتموت كل يوم بدون ذنب. بس بالصدفه كينشن لمح بنت بتعيط على جوزها المتوفي وافتكر ايام زمان لما كان شغال قاتل مأجور وراح عشان يخلص على مجموعه من المجرمين بدم بارد. بالفعل كينشن هزمهم كلهم ونفذ مهمته، لكن واحد منهم وقف من جديد واستمر في القتال لحد ما جرحه. طبعا كينشن اتعصب بشده وخلص عليه تماما، لكنه اكتشف ان الشاب اللي قتله عنده زوجة فضلت تعيط عليه بحرقة شديدة، فعرف انه حتى لو بيقاتل المجرمين وبس ممكن يكون بيأذي ناس ابرياء ملهاش ذنب. لما كينشن كان بيفتكر الماضي ميكو نادت عليه وطلبت منه يحضر لان الاكل جهز، فحس بسعادة وروح البيت. في الوقت ده كارل الغدار اشترى سلاح فتاك من الجنود الانجليز وقال ان الوقت جه عشان ينشر الممنوعات في اليابان كلها ويسيطر على الحكومة بقبضة من حديد لانه هيبقى غني جدا ومحدش هيقدر يوقفه. اما شين الساموراي صاحب العين السوداء جهز نفسه للمعركة الاخيرة ضد كينشن. تاني يوم ميكو واخوها كانوا بيحضروا الغدا مع كينشن وميجامي، لكن فجأة الجيران نادوا عليهم وطلبوا مساعدتهم باسرع وقت. للاسف بنت الجيران مرضت فجأة وفقدت الوعي بدون سبب معلوم، وهنا ميجامي حست بالقلق وجريت للبئر الخاص بالمدينة، ولما شربت منه عرفت ان كارو وضع فيه سم عشان ينتقم منها. حتى دونجا حضر مع اخته وكان حاسس بالقلق لانها اتسممت. بالفعل كل الناس اللي شربوا من بئر المدينة اتسمموا وحالتهم الصحية اتدهورت بشكل كبير، لكن من حسن الحظ ميجامي تعرف علاج السم لانها اشتغلت عند كارو زمان وقدرت تساعد الابرياء وتعالجهم. فكينشن راح لها وقال انه يعرف انها كانت تابعة لكارو وهربت منه، لكنه شكرها لانها عالجت الناس اللي اتسمموا. وهنا ميجامي حست بحزن شديد لانها ساعدت كارو في خلط الممنوعات وتوزيعها على الشباب الابرياء، بس كينشن طلب منها تسامح نفسها وتنسى الماضي. تاني يوم كينشن قرر يقابل كارو عشان يعلمه الادب. حتى دونجا اتحد معاه وكان عايز ينتقم لاخته
اخته اللي اتسممت، لكن ميكو اعطته رساله وعرفته ان ميجامي سلمت نفسها لكارو من جديد. فكنشن طلب من يامي يخلي باله من اخته ميكو، وانطلق هو ودونجا في طريقهم. بالوقت ده ميجامي وصلت لكارو، واول ما قابلته حاولت تغفله وكانت هتخلص عليه، لكن مقاتل مقنع من اتباعه انقذه على اخر لحظه. طبعا كارو اتعصب وكان هينهي ميجامي، لكنه سمع صوت قتال خارج البيت، وهنا شين عرف ان كنشن قريب منه واستعد للحرب معاه. بالفعل كنشن ودونجا اقتحموا بيت كارو وبداوا بالقتال مع مئات الحراس. كنشن بيستخدم سيف غير حاد عشان ما يقتلش اي حد، وقدر يتفوق على الجميع بسرعته ومهارته العاليه. اما دونجا بيستخدم سيف عملاق جدا ومسك الجميع طحنهم بسبب قوته وضرباته المدمره. وهنا كارو الندل ظهر وهددهم بميجامي ورمى على حراسه فلوس عشان يفوقوا ويقاتلوا من جديد. بعد كده هرب هو واتباعه. اما كنشن ودونجا انهوا المعركه بصعوبه وكسروا ابواب المبنى، لكنهم اتفاجئوا بواحد من حراس كارو الشخصيين. فدونجا عطله وطلب من كنشن يكمل الطريق لوحده. بالفعل كنشن صعد الدور الثاني واتفاجئ بالمقاتل المقنع، لكنه اول ما كشف قناعه بنعرف انه كان اخ الواحد من المجرمين اللي كنشن قتلهم زمان وعايز ينتقم منه. ده غير انه وقعه بفخ مميت وشقلبه في الهواء. بعد كده بدأ باطلاق النار عليه باستخدام المسدسات اللي كارو اشتراها من الانجليز، بس من حسن الحظ كنشن ردة فعله اسرع من البرق وقدر انه يتفادى ضرباته كلها وتصدى ليه بالسيف. في النهاية الطلقات خلصت من الاسلحة وكنشن بدأ يبارز المقاتل المقنع. القتال ما بينهم كان رهيب جدا، لكن مع الوقت كنشن سيطر على خصمه وكسب المعركة. اما دونجا قاتل حارس كارو الشخصي، والاتنين دمروا المكان حواليهم بسبب قوتهم الرهيبة، لدرجة انهم اخدوا راحة وسط القتال عشان ياكلوا ويشربوا. بعد كده نزلوا طحن في بعض من جديد. في النهاية دونجا قدر انه يتفوق على الحارس ودمره تماما. بعد كده قابل كنشن والاتنين قرروا يواجهوا كارو وش لوش، لكنهم اول ما قربوا من غرفته اتفاجئوا بطلقات كتير ملهاش حصر، لان كارو الندل معاه رشاش مدمر اشتراه من الانجليز ومش هيرحم اي حد في طريقه. وهنا الضابط جين ظهر وطلب من كنشن ودونجا يشتتوا تركيز كارو وهو هيغفله بدون ما ياخد باله. بالفعل دونجا وكنشن عملوا نفسهم هيستسلموا، لكن دونجا رمى على دماغ كارو بيضة نية، فالضابط جين قفز بسرعة البرق وقدر يمسكه في النهاية. اما كنشن انقذ ميجامي اخيرا، لكنه عرف منها ان شين الساموراي صاحب العين السوداء خطف ميكو وخباها في الغابة. بالفعل كنشن قابل شين وطلب منه يسيب ميكو في حالها، لكن شين رفض وفضل يبهدل فيها. بعد كده هاجم كنشن بشراسة. في البداية شين سيطر لان كنشن بيدافع وبس، ده غير ان سيفه غير حاد ومستحيل يقتل اي شخص. وهنا شين الندل بص لميكو باستخدام عينيه السوداء وجمدها في مكانها من الرعب، وقال لكنشن انها هتموت لو ما قتلهوش بكامل قوته. فكنشن اتعصب بشدة واظهر مهاراته الحقيقية لانه لازم ينقذ ميكو باي طريقة. في النهاية كنشن مسك شين طحنه واستخدم سيف حاد عشان يخلص عليه تماما، لكن ميكو صرخت وطلبت منه ما يرجعش للقتل من جديد ويلتزم بطريقه في الدفاع عن الابرياء. مع ان كنشن عفى عن شين الا انه حاول يغفله، فوجه سيفه لبطنه وخلاه يقتل نفسه بنفسه. بعد كده انقذ ميكو وقرر يرجع بيها القرية عشان يداوي جروحها. وده كان ملخص الفيلم. اشترك عشان توصلك اقوى الملخصات كل يوم، واشوفكم عم قريب باذن الله.